أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي. إليكم نشرة أخبار هذا المساء التي نسألها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. وزارة الصحة تعقد ورشة عمل لإطلاق حملة وطنية للتطعيم. دعوة للحد والقضاء على البلاستيك فيه مندثرة. العمل على تحسين أداء الطلاب في إعادة الإنتاج. جنوب أفريقيا تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل ضد إسرائيل. روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا والخامس عالميا رغم الضغوط. وإيران تعلن احتجاج حافظة نفط أمريكية في البحرين. عقدت وزارة الصحة ورشة عمل في أسمر يومي 12 و13 من يناير لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد السل والحصبة الألمانية وتوزيع فيتامين أ. ويهدف اللقاح المقرر إعطائه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و59 شهرا في الفترة من 10 إلى 14 من أبريل إلى تقديم نهج جديد لنقل مرض السل والحصبة الألمانية من السيطرة إلى القضاء عليهما والوقاية من العدوى والأمراض العابرة للحدود ومكافحتها. وناقشت الورشة التي حضرها رؤساء الفروع الصحية في الأقاليم ومنظمو برامج التطعيم وهيئات التوجيهات التوعوية والمعلومات وممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية أنشطة ونتائج حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم ووباء السل وأهمية حملة التطعيم ضد السل والحصبة الألمانية وسبل تطويرها. وتم تقديم ومناقشة عروض تقديمية حول رفع مستوى الوعي وإعداد الحملات ومراقبة الآثار الجانبية بعد التطعيم وتوزيع فيتامين أ. وأوضح ممثلو برامج التطعيم في الأقاليم الأهداف العامة وتوسيع المرافق الصحية وخطط الحملة الوطنية للتطعيم وتوزيع فيتامين أ والإمدادات والمرافق والميزانيات اللازمة للحملة والتحديات المحتملة. وقدموا اقتراحات وتوصيات لضمان لسلامة المرافق، واقترحوا الاهتمام بتعزيز قدرة الأقليم والوصول إلى المرافق في الوقت المناسب وتكثيف أنشطة الحملة. وصرح رئيس برنامج التحصين الوطني بوزارة الصحة السيد تيدروس يحدقو لوكالة الأنباء أن تنفيذ برامج التطعيم في البلاد ناجح حتى الآن، وسيتم تطعيم أكثر من 487 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 16 أشهر إلى أقل من 5 سنوات ضد مرض السل والحصبة الألمانية خلال الحملة الوطنية التي تبدأ في أبريل. ومن المزمع أن يتم تطعيم أكثر من 500 ألف طفل. قال أعطيه فيتامين أ. كما حث تيدروس على زيادة المشاركة الكافية للقدرات البشرية والموارد وضمان الوصول إليها عن طريق الحد من النفايات من أجل إنجاح الحملة. يعمل مكتب القانون والنظام في مديرية مندفرة بالإقليم الجنوبي جاهدا للتخلص من الأكياس البلاستيكية. وقال رئيس المكتب السيد محمد خير بشير لوكالة الأنباء أنه في عام 2023 تم ضبط أكثر من 12 كنتال من الأكياس البلاستيكية من قبل مسؤولي جمارك الإقليم الجنوبي، وتم تسليم أكثر من 6444 عشرات من الأكياس البلاستيكية إلى مصنع دبروا للبلاستيك. وأشار محمد خير إلى التأثير السلبي للبلاستيك على البيئة والصحة، وبناء على توجيهات وزارة الأراضي والمياه والبيئة سيتم إعطاء محاضرات للتوعية، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين توجد لديهم أكياس بلاستيكية، ويتطلب بذل جهود حثيثة لبلوغ الهدف المرشود. وذكر السيد جويتوم أحد أعضاء البلدية أن إزالة الأكياس البلاستيكية هي مسؤولية المجتمع بأكمله، وعلى أرباب العمل اتخاذ الحذر مدركين المخاطر التي تسببها الأكياس البلاستيكية على الإنسان والبيئة.
دعا مكتب الصحة في مديرية الصنعة لتكثيف التوعية لمكافحة الأمراض المعدية بشكل عام والأمراض التناسلية خاصة، وحث كافة الهيئات الحكومية والاتحادات إلى العمل معا لضمان فعالية الحملات التي ينفذها مكتب الصحة في كافة إدارات الضواحي والمدارس في المديرية منذ شهر أكتوبر الماضي. وقال مسؤول المكتب السيد أثر الأزهر في السيمينار الذي عقده للطلاب وعمال المؤسسات الحكومية أن تفشي الأمراض المعدية انخفض إلى الحد الأدنى بفضل جهود وزارة الصحة وشركائها. وأوضح أن الاستخدام غير الآمن للمضادات الحيوية يمثل مشكلة صحية وتحدي على المستوى العالمي، مضيفا أنه عندما يتم استخدام الأدوية بطريقة مناسبة فإنها تتطور إلى مقاومة مما يقلل من إمكانية العلاج. ودعا المشاركون إلى مراقبة الأدوية البشرية والحيوانية مجهولة المصدر وإجراء فحوصات للأزواج والحوامل لظهور محدود للأمراض المعدية خاصة التهاب الكبد الوبائي والسل والدفع بالتوعية الصحية. أوضح مدير مدرسة ناقفة الثانوية في عتك الإذان تحسن نتائج الطلاب في امتحانات الشهادة الوطنية. وقال الأستاذ يوهانس قبراب أن عدد الطلاب الحاصلين على نقاط عالية والدخول إلى الجامعات في تزايد منذ السنوات الثلاث الماضية. وذكر أنه يتم توفير مراقبة ودعم قويا في الصفين التاسع والحادي عشر للدفع بهذه النتائج وتقديم تعليم إضافي لطلاب الصف الحادي عشر. وأشار إلى أن التقرير الذي حدث هو نتيجة لتضافر جدية واهتمام المدرسة والمعلمين والطلاب ولجنة أولياء الأمور. وقال أن مشاركة المرأة وصلت إلى 53% بشكل عام وقدرتها التنافسية في شكل مرتفع. ومدرسة ناقفة الثانوية تقدم التعليم ل 1100 طالب هذا العام. السادة والسيدات إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أكد وزير عدل جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن العنف بين إسرائيل والفلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر، حيث يتعرض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي منذ 76 عاما، خلال كلمة في افتتاح جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية. وجرت جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. في ديسمبر الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الشركات المحلية في خبرفوسك أن بلاده صارت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس عالميا، على الرغم من أنها سحقت من كل جانب. وخلال اجتماع في مدينة خبرفوسك في معرض تعليقي على أداء بلاده الاقتصادي، أوضح بوتين أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023 قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%. وذكر بوتين أن روسيا تقدمت على أوروبا بأكملها من حيث مؤشر القوى الشرائية، مع مواصلة جهود الارتقاء بنصيب الفرد من الدخل القومي. قالت طهران أن قواتها البحرية احتجزت ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان، ردا على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي، في حين طالبت واشنطن بالإفراج عنها فورا. وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا بأن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة في خليج عمان على مغربة من إيران ثم فقد الاتصال بها. وبالتزامن مع الحادثة أعلنت شركة مصافي النفط التركية أنها فقدت الاتصال بسفينة تنقل آلاف الأطنان من النفط الخام العراقي. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين.
وزارة الصحة تعقد ورشة عمل لإطلاق حملة وطنية للتطعيم. دعوة للحد بالقضاء على المدرسين في مندفرة. العمل على تحسين أداء الطلاب في إعادة الإعداد. جنوب أفريقيا تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل ضد إسرائيل. سياق الاقتصاد في أوروبا والخامس عالميا للأمم المتحدة. إيران تعلن الاحتجاج عقب مفتاح بكين. في أمان الله وحفظه.